السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقة النهاردة هتكون عبارة عن قراءات 2022 أول سنة قراءة ليا، واللي غزيرة بالقراءات مش غزيرة أوي يعني، بس قراءات كويسة وكتب هتكون قيمة. بس عايز أقول كذا حاجة في البداية كده عشان ننوع عليها، بحيث إن احنا نبني البيز بتاعنا أو الأساس بتاعنا عشان نكمل مع بعضينا بقية الفيديو واحنا مرتاحين. أول حاجة، الحلقة ديت مش جلد ذات، بلاش تجلد ذاتك على إن أنا مثلا قرأت كذا كتاب وأنت ما قرأتش أو أنت لسه مبتدئ. العبرة مش بالقراءة الكتير، العبرة بس في انك انت تطبق الحاجه اللي انت بتتعلمها. انا حرفيا في هنا كتابين لو قراتهم دول كفايه ويكفوا، وفعلا هيغيروا حياتك بشكل كبير. فما تركزش على الكميه، بس ركز على الكتب اللي انا هذكرها، لان الكتب هتلاقيها قيمه فعلا وهتفيدك. تاني حاجه، ان احنا بنكمل بعضنا، بمعنى ان ممكن تلاقي في حد عامل السلسله ديت في اي قناه تانية، ولكن الكتب اللي انا ذكرتها النهارده مش هو هيذكرها او هو مش هيذكرها كلها، وبالتالي احنا بنكمل بعضنا، بحيث انك انت لو لقيت كتاب كويس عند حد تيجي تلاقي برضو كويس كتاب كويس عندي، السلسلة تكتمل. تالت حاجة وهو ترتيب الكتب. ترتيب الكتب هو ترتيب عشوائي، مش على حسب الأهمية خالص. الكتب اللي مش كويسة هقول لك ان هي مش كويسة، الكتب اللي انا ما استمتعتش بيها هقول لك انا ما استمتعتش بالكتاب ده، واقول لك على العيوب بتاعته، واقول لك على الاخطاء اللي انا قررتها وانا بقرأ في البدايات. وكمان عايز انوع على حاجة، وهي ان الكتب اذواق او الروايات اذواق، بمعنى ان انا بحب اقرأ في نوع معين من الكتب، فممكن الكتاب ده ما يكونش مناسب ليك او انت ما تحبش النوع ده. فمش معنى كده ان كل الكتب ممكن تعجبك، او ان الكتب مع انها مفيده فهي خلاص على كده يبقى هتعجب كل الناس. لا، يعني ممكن ما تعجبش حد، لان النوع ده ما بيستهوش، او النوع ده مش بيحبه. فالكتاب اللي انت ما بتحبوش يعني ما تقولش ان هو مش كويس، يعني حاول ما تحكمش عليه بوجهة نظر معينة انك انت قرأته وما استفدتش بيه. لا، ممكن حد يكون استفاد. وفي نقطة كمان عايز اقولها لكم، ان بعض الكتب او بعض الروايات انا مش فاكر احداثها، فعشان ما تكونش مستنظر مني ان انا اقول الاحداث بتاعتها الرواية بتتكلم، ممكن اقول لك في رواية بتتكلم عامة عن كذا، بس انا مش فاكر الاحداث الصراحة. ولكن في المستقبل ان شاء الله هيكون في حلقات مراجعات للروايات، بس ديت بيحتاج مجهود كبير زي ما قلت ان ده بيحتاج دراسه وحاجات من ديت. ولكن انا احاول اشارك معاكم الفوائد او الدروس او المواعظ اللي انا استفدتها من الروايه، بحيث ان انا اطلع لكم الفوائد منها، وبحيث اذكر لكم النقاط اللي هي بتتكلم فيها، بحيث انكم انتوا تستفادوا منها برضو. كده ثبتنا القاعده، ننطلق في الحلقه ويلا بينا نبدا. اول حاجه ترتيب الكتب. اول حاجه، روايات مش لازم تقراها او مش كويسه. تاني جزء وهو روايات كويسة وتستمتع بيها. تالت جزء وهو جانب الكتب. في كتب هقول لك اقراها، وفي كتب هقول لك ما تقراهاش، وهقول لك برضو السبب انك انت ما تقراهاش، وايه ممكن اقول لك برضو او اذكرك ايه البديل ليها. هنركن دول، هنروح لاول قسم معانا وهو قسم الكتب. اول كتاب معانا وهو شفرة روميو وجولييت لهشام الجمل. الكتاب ده مهم جدا لاي حد مثلا مقبل على خطوبه، لاي حد عايز يفهم الشخص او الجنس الاخر ازاي يتعامل معاه، للناس اللي عايزه تتعمق في الشخصيات او تتعمق في السلوكيات بتاع البشر ما بينهم وما بين بعضهم، او ما بين الرجاله والستات. وهو اصلا بيقول لك الكتاب في غلاف الكتاب بيقول لك اسرار الاختلافات بين الرجاله والستات، لو لاحظتها اسرار الاختلافات بين الرجاله والستات. فالكتاب بيتكلم عن كده. الكتاب ده كمان بيتكلم بصوره عامه، او بيتكلم في الاحياء، بيتعمق في الاحياء، وبيربط الحاجات اللي هي الحاجات اللي متوارثه او الحاجات اللي احنا توارثناها عبر الاجيال من زمان قوي، وبيجيب لك اسرار الحاجات من زمان من البدايه اصلا، وازاي القيم ديت او السلوكيات ديت اتغرزت فينا من زمان قوي. الكتاب الغلاف بتاعه من ورا مكتوب فيه كتب كتير اتكلمت عن الرجاله والستات، دكاتره علم نفس واخصائي علاقات زوجيه شرحوا لنا الاختلافات السلوكيه بين الجنسين، لكن ما حدش قال لنا هي الاختلافات دي جت منين وموجوده ليه. ليه الرجاله عينيهم زايغه مثلا، وليه الستات ما بينسوش حاجه ابدا، ليه الجنسين بينجذبوا لبعض بس ما بيفهموش بعض. الكتاب ده بيقدم تفسيرات منطقية وعلمية لكل الاختلافات اللي بنستغربها في بعض، وبيجاوب على الأسئلة اللي بتدور في ذهننا عن الموضوع ده بشكل عميق وبسيط في نفس الوقت. كتاب هيغير نظرتك للجنس الآخر. أعتقد كده أنت فهمت من المقولة اللي ورا الكتاب بيتكلم عن إيه والحاجات اللي بيتكلم فيها أو محتوى الكتاب. ده كان أول كتاب معانا، واللي أنصح بقراءته لأي حد مقبل على الخطوبة، أو لأي حد عايز يفهم الجنس الآخر بيتعامل إزاي، وإيه أسباب السلوكيات بتاعتنا، أو إحنا بنتصرف ليه في المواقف المعينة ديت. تاني كتاب معانا وهو نادي الخامسة صباحا لروبن شارما.
الكتاب ده بيع من كتبه 15 مليون نسخة على مستوى العالم. وللأسف مكتوب برضو في الغلاف بتاع الكتاب: امتلك صباحك وارتقي بحياتك. للأسف الكتاب ده يعني حاز على مبيعات كبيرة، وللأسف ناس كتير بترشحه، وديت حاجة أنا كنت بعاني منها أو عانيت منها في البداية، لأن الناس كانت بترشح على أساس مش كويس. عايز اقول ان الكتاب ما كانش بالقوه اللي الناس بترشحه بيها. الكتاب كبير قوي، لو تشوف الخط بتاعه من كتر الكلام اللي فيه، الخط صغير خالص وكلام كتير. ده كليته عشان يقول لك اصحى الساعه 5، مع انك لو بصيت في القران هيقول لك: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الكتاب ده كله اللي هو كام صفحه؟ اللي هو 305 صفحة اتلخص في آيتين من القرآن. ما انصحكش انك انت تقرأه، حاول انك انت تتعمق في تفسير الآيتين اللي هم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هم في سورة النبأ. حاول انك انت تستفسر تشوف التفسير بتاعهم وتشوف ربنا بيقول ايه. هتلاقي ان الآيتين دولت هم لخصوا لك الكتاب، اللي هو بالمناسبة يعني ما استمتعتش بيه او ما شفتش فيه حاجة مفيدة ممكن يديها لي. ممكن كل فين وفين لما يديك كوت ولا حاجة، ولكن الكتاب ما عجبنيش الصراحة، فمش لازم تقرأه. وده برضو ديت وجهة نظر، فعشان ما حدش يقول لي انت ديت وجهة نظر، ممكن حد يكون قرأه ولكن ما انصحكش انك انت تقرأه. تالت كتاب معانا وهو الهشاشة النفسية لدكتور اسماعيل عرفة. كتب اسماعيل عرفة الصراحة جامدة جدا، وكتب الهشاشة النفسية مكتوب في الغلاف من بره: الهشاشة النفسية، لماذا اصبحنا اضعف واكثر عرضة للكسل. الغلاف من ورا مكتوب عليه: واحدى نتائج هشاشتنا النفسية هي اننا نقوم احيانا بتضخيم اي مشكلة تظهر في حياتنا الى درجة تصويرها ككارثة وجودية في عملية تسمى في علم النفس بالبين كاتاستروفايزنج. قرأتها كويس. هذه العملية هي عبارة عن حالة شعورية تعتريك عند وقوعك في مشكلة ما، تجعلك تؤمن أن مشكلتك أكبر من قدرتك على التحمل، فتشعر بالعجز والانهيار عند وقوع المشكلة، وتظل تصفها بألفاظ سلبية مبالغ فيها لا تساوي حجمها في الحقيقة، وإنما هي أوصاف زائدة لا وجود لها إلا في مخيلتك عشان اسم مجرور، فيزيد ألمك وتتعاظم معاناتك. ثم ماذا؟ ثم تغرق في الشعور بالتحطم الروحي والإنهاك النفسي الكامل، وتحس بالضياع وفقدان القدرة على المقاومة تماما، وتستسلم لألمك وتنهار حياتك كلها بسبب هذه المشكلة. كما تتجلى الهشاشة النفسية في أشكال أخرى في تعاملاتنا اليومية، فنحن نعظم مشاعرنا ونجعلها حكما نهائيا على كل شيء تقريرا، ونقرر اعتزال كل ما يزعي مشاعرنا ولو بكلمة بسيطة. نقرأ نقد أفكارنا لأن النقد بالنسبة إلينا صار كالهجوم. نعشق اللجوء إلى الأطباء النفسيين في كل شعور سلبي في حياتنا، ونهرع إليهم طلبا للعلاج، لا نتقبل النصيحة ولا نرغب في أن يحكم أحد علينا. نلتمس العذر لأي خطأ أو إجرام بدعوى أن مرتكبوه متأذى نفسيا. هذا الكتاب إذن يحلل ما يحدث لفئة من الشباب والفتيات الذين تأثروا بظاهرة الهشاشة النفسية، ثم يقدم الحلول العملية المقترحة لتقوية النفس وتدريبها على الصبر وتحمل المسؤولية. دكتور إسماعيل عرفة، دكتور صيدلي وباحث في الإلحاد. الكتاب بتاع اسماعيل عرفة الصراحة بيتكلم في حاجات كتير كويسة وهتستفيد منه كتير. الكتاب ده للناس للعصر او الفئة بتاعة الشباب، بيلمس حاجات كتير عندهم وحاجات مشاكل احنا بنعاني منها، وبيجاوب كمان على سؤال: هل احنا جيل هش نفسيا بالنسبة للأجيال القادمة اللي هي الأجيال القديمة اللي هي كانت بتقول عادي ما فيش حاجة اسمها نفسية وما فيش حاجة اسمها واحد يتعب نفسيا وما فيش حاجة اسمها مرض نفسي ولا الكلام ده كليته. الكتاب ده بيجاوب على السؤال ده. الكتاب بيتكلم في مدخل جيل رقاق الثلج وهوس الطب النفسي والفراغ العاطفي أم الفراغ الوجودي، والسوشيال ميديا اللي هي أصل كل الشرور، ولا تحكم على الآخرين، ومشاعرك الداخلية اللي هي أسوأ حكم في حياتك، ومخدرات الشغف أو الشغف المفهوم الخاطئ للشغف، ومفتاح النجاح اللي هو أنا مريض نفسي إذن أنا أفعل ما أريد. الكتاب ده برشحه جدا وبرشحه لكل الناس، وهيديك نظرة كبيرة جدا وهيغير حياتك حرفيا. الكتاب ده مهم جدا تقرأه. ده كان ثالث كتاب معانا. الكتاب الثالث لأنك الله، علي بن جابر الفيفي.
رحلة إلى السماء السبعة. الكتاب بيتكلم عن أسماء الله، عن أسماء الله الحسنى، بيتكلم عنها بتفصيل شوية، ولكن الكتاب ده هو كويس، ولكن ما استهونيش، ما حسيتش إن أنا عايز أقرأه، ما فيش حاجة اللي هي تجذبني بحيث ان هي تجبرني ان انا اقعد على الكتاب. ما حسيتش ان هو يعني بيقربني كده او بيخليني عايز اكتب الكتاب. كان ممل بطريقه صعبه، ما اعرفش ممكن ارشحه ولا لا، بس بالنسبه لي انا ما عرفتش اقراه، او ما طريقته ما استوتنيش الصراحه. ولكن يبقى ان الكتاب طالما بيتكلم عن اسماء الله الحسنى فده شرف كبير وحاجه كبيره جدا، وان حاجه بتتكلم عن ربنا ما ينفعش اعيب فيها خالص. وللاسف يعني الحاجه ديت مش مخليني احكم على الكتاب اللي هو الحكم، بس انا بصراحه ممكن حد يقراه ويشوفه كويس، ولكن ما قدرش اكمله الصراحه. الكتاب الخامس وهو صراحه نفسيه لكريم اسماعيل. كتاب جامد، كتاب جامد وبرشحه كتير، لان الكتاب بيتكلم عن السعاده والحزن والاكتئاب والحاجات دي كلها، بيتكلم فيها بتفاصيل وحاجات علميه، وبيديك شويه قوت. وكان في باب بيتكلم عنه، بيتكلم في الاخر اللي هو 30 مفتاح او قاعده راحه 30 قاعده تمشي عليهم. في حاجات منها عجبتني. الكتاب كريم اسماعيل هو واحد كان بيدي او بيقول موتيفيشن سبيكس، كان بيدي كلام تحفيزي، محاضرات كلام تحفيزي. الكتاب كويس بيتكلم وجايب نظريات وحاجات فالكتاب ممتاز الصراحه. في قصه اللي هو كان باب عن الاهتمام، الباب ده عجبني جدا. المحطه الاولى استراحه مع الاعتقادات، واستراحه المحطه الثانيه استراحه مع المشاعر الايجابيه اللي هي المتعه والتسليه والاهتمام والفخر والحاجات دي كلها، والمحطه الثالثه استراحه مع المشاعر السلبيه اللي هي الغضب والشعور بالذنب والوحده والحزن والملل والشعور بالضغط النفسي. والمحطه الرابعه قاعده الراحه 30 اللي هي لا تجادل، اترك اثر، ارح اقلق، اختار اصدقائك، ثق في الخبير، كن قويا، كلمه السر. بس كده ده الكتاب بتاع كريم اسماعيل. كتاب مهم جدا لو انت نفسيتك تعبانه ومتعرفش عن الحزن وعن الكتاب والحاجات ديت، هيفيدك الكتاب، ارشحه جدا. الكتاب الثالث وهو جلسات نفسيه لدكتور محمد ابراهيم، دكتور نفسي. بصراحه الكتاب عظمه فوق الخيال. كتاب كان ممتع وكان كويس، ويعني غير حياتي بدرجه كبيره. كتاب لازم تقراه الصراحه، لازم تقراه، خاصه ان هو بيتكلم في حاجات احنا الناس اللي هي ممكن الناس ما تكونش مستوعباها او ما تكونش مدركه ليها. بيتكلم عن جلد الذات، تقدير الذات، الفرق بين الثقه بالنفس وتقدير النفس، الخوف من رفض الاخرين، لا يؤذيك الاخرون حتى تؤذي نفسك، يعني الناس ما بتأذيكش بس انت اللي بتأذي نفسك، لابد ان تقول لا، ازاي تقول لا. بين الحزن والاكتئاب واعراض الاكتئاب والحزن، والبين كاتاستروفايزنج اللي هو تضخيم الالم، اللي هو ان احنا بنعمل من الحاجه الصغيره بنعملها مشكله كبيره ولازم تروح تكشف ولازم مريض نفسي وانت مريض وما حاجات من ديت. وتعدد المهام، كان بيتكلم عن المالتي تاسكينج، ازاي نستخدم مخيلتنا في ان احنا نبني مستقبلنا ونعظم من نفسنا او نكبر من هدفنا بحيث ان احنا نسعى للحاجه الكبيره ديت. وكان بيتكلم عن قوه الاراده والتسويف ده عملنا عنه حلقه اعتقد هتفيدك، هسيب لك اللينك تحت. والعادات وازاي تبني عاده، وازاي ايه الفرق بين المتعه والانجاز، والتوازن النفسي، واوفر ثينكينج، او كان بيدي لفته كده سريعه على الاوفر ثينكينج او التفكير الزايد عن حد. دكتور محمد ابراهيم انا ما كنتش اعرفه لغايه ما شفته في البودكاست بتاع احمد ابو زيد، وفي الاخر انا كنت بحسبه ان هو كان متوفى او توفاه الله، ولكن اول ما شفته او اول ما عرفت ان هو عايش فعلا وهو صغير في السن، فلما حد يكتب حاجه بالقيمه ديت او بالفاليو ده وبيقدم لي النصائح ديت وعايش وما شاء الله متفاعل على السوشيال ميديا وكان بيقول حاجات كتير، فده حاجه جامده الصراحه ان حد في السن ده ويعمل لنا كتاب قيم زي ده، فحاجه تحترم، وهو حقيقي شخصيه تحترم من قبل ما يشوفه يعني. الكتاب السابع إدارة الوقت لإبراهيم الفقي أو دكتور إبراهيم الفقي، احتراما ليه وإجلالا ليه. وهنا عايز أقول إن الكتاب ما عجبنيش، والكتاب جدا جدا سيء. الكتاب مش لازم تقرأه، وما ينفعش انك انت تقرأه، وما ينفعش انك انت تضيع وقتك فيه وتقرأه. الكتاب بيتكلم عن ازاي تدير وقتك، شيء جميل وشيء كويس، في نقاط عملية وفي نقط هتفيدك جدا وفعلا نقط عملية وتقدر تشتغل عليها وتقدر تحسن منها وتقدر تحافظ على وقتك من خلالها. ولكن الكتاب فيه إسهاب كبير، في كلام متكرر كتير. كتاب صغير 62 صفحة، صغير وكده وعسول وبتاع، بس ال 62 صفحة دول بدل ما تقعد عليهم، اعتقد انك انت لو شفت فيديو عن إدارة الوقت او
فيديوهين هتعرف الدنيا ماشيه ازاي، وتعرف ازاي تدير وقتك وازاي تنظم وقتك وتنظم حياتك والحاجات دي كلها. فما انصحش انك انت تقراه خالص. موتيفيشن سبيك بطريقه فظيعه، كان بيديك حاجات تشجعك وتحفزك انك انت تقوم واعمل وانت هتكسر الدنيا وانت هتعمل، وفي الاخر الحاجات دي ما بتتحققش، وللاسف بنحبط ويكون سبب في تدمير نفسيتنا، وان احنا بنكبر من اهدافنا وان احنا هنغير الكون واحنا هنعمل كذا، وللاسف احنا ما نكونش. في ناس ما تقدرش تعمل الحاجات ديت، وبالتالي انت بتحط عليهم لود تاني او ضغط تاني ما بيعرفوش يعملوا. فالكتاب مش كويس الصراحه، ما تقراهوش، خساره الوقت اللي انت هتضيعه فيه. دول كانوا الكتب اللي احنا قلنا عليهم، كانوا 7 كتب. في كتب قراتها PDF هنذكرها في اخر الفيديو بالحاجات اللي انا قراتها PDF كده. الكتب اللي انا برشحها: اول كتاب جلسات نفسيه لدكتور محمد ابراهيم، تاني كتاب استراحه نفسيه لكريم اسماعيل في جلسات نفسيه واستراحه نفسيه، الكتاب الثالث الهشاشة النفسية للدكتور اسماعيل عرفة، وشفرة روميو وجولييت لهشام الجمل. الاربع كتب دول برشحهم جدا ولازم تقراهم، ودولت ان قراتهم دولت يكفوا من كل الكتب الجايه التانية. فالكتب ديت عظيمه ولازم تقراها، انصحك انك انت تقراها. والثلاث كتب زي ما قلت لك هم ما عجبنيش، واحتراما برضو لاسماء الله الحسنى، والكتاب مهم فهنحطه فوق عشان ديت حاجات برضو الدين عندنا اهم من اي تطوير ذات وتنمية ذاتية وتنمية حاجات من دي. الكتاب السابع معانا وهو قراءته PDF، وهو العادات الذرية لجيمس كلير. الكتاب جدا جدا كويس انك انت تبني عادات. الوضع الحالي اللي انت فيه دلوقتي هو اللي بيشكل مستقبلك، وهو اللي بيثبت انك انت هتبقى كويس او هتبقى حد مش احسن حاجة في الانتاجية. اللي بيبني ده كليته هو العادات اللي انت ماشي عليها دلوقتي، ومدى انك انت تعمل عادات صغيرة يوميا على فترة طويلة هتأثر في حياتك كبير. فالعادات الذرية كتاب كويس. الكتاب التاسع وهو العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية، كتاب قرأته من فترة كان كويس، بيتكلم عن 7 عادات اعتقد ده للمراهقين. فالناس اللي عند مثلا من سن 15 لسن 25 مهم يقرأوا الكتاب ده. الكتاب العاشر وهو 10 أمور تمنيت معرفتها قبل الذهاب إلى الجامعة. الكتاب ده مهم لأي حد قبل ما يخش الجامعة، مهم جدا يقرأه، ولازم تقرأه. الكتاب هيفيدك بشكل كبير وهيعرفك في حاجات كتير، ازاي تنتج في فترة الجامعة، وازاي انك انت تهتم بدراستك والسكن. وكان بيتكلم السكن الجامعي، وكان بيتكلم في حاجات كتير، او في الجامعة عموما كان بيتكلم في حاجات كويسة، والكتاب لازم تقرأه. بس كده انا هقفل الفيديو عند نهاية الكتب اللي احنا قلنا عليها، وهقول لكم في حلقة تانية عن الروايات اللي انا قرأتها او الروايات اللي انا برشحها والروايات اللي انا ما برشحهاش، عشان اعتقد ان الصوت بتاع الاطفال ظهر عندكم. فهقفل الحلقة هنا وهنكمل لكم باقي الحاجات في حلقة تانية. ممكن اضمهم على الاثنين على بعضهم، الكتب مع الروايات، وممكن ما اضمهمش، ولكن الاثنين هيكونوا في يومين مختلفين. بس كده نشوفكم في الحلقة القادمة، حلقة الروايات.